نقرا كده رسالة جات لنا بتقول: أنا عندي 25 سنة، اتجوزت بعد قصة حب طويلة، المشكلة مش في جوازي، المشكلة في سلفتي، هي مرات أخو جوزي الكبير، فهي طبعًا أكبر مني ب5 سنين وزيادة، وهي طبعًا عندهم فرخة بكشك، كلّهم بيحبوها، وحماتي طايرة بيها، وأنا كنت فاكراها ملاك، كنت أكيد قُلت زي ما هُم بيقولوا، لكن الحقيقة مش كده خالص، هي قدّامهم هادية وكلامها قليل، وجدعة وخدومة، بس أول ما نبقى لوحدنا بتقعد تلقّح كلام عليَّ وتقلل منّي، وتتريق عليَّ، على لبسي، على أي حاجة أنا باعملها، فباقفش، تقول لي: "إيه ده أنتِ زعلتِ؟ أنا باهزر معاكِ." اشتكيت لجوزي ما صدّقنيش، لدرجة إن أنا حسّيت إن أنا مجنونة. اللي قالقني كمان إن جوزي بياخد رأيها في كل حاجة، وبيقعد يرغي معاها كتير. صحيح أنا بابقى سامعة الكلام ما فيهوش حاجة وكلام طبيعي، بس أنا شايفة برضه إن هُم قريبين زيادة عن اللزوم. ولمّا واجهته قال لي: "دي زي أختي الكبيرة، وما عنديش أي حاجة غير إن أنا باعزّها، دي مرات أخويا، واتعلّمي منها، خلّي بالِك طويل زيّها." وكل ما أنا آجي أعترض ما حدش بيسمع لي، أعمل إيه؟ أقول لِك تعملي إيه؟ اسمعي كلامهم، هي فعلًا كويسة، واحدة بقى لها 5 سنين، حماتها ما زعلتش منها ولا زعّلت حد، وقدّام الناس ما بتزعّلش حد خالص، تيجي تلقطِك وأنتِ لوحدِك وتقول لِك كلام يسِم البدن، ما تقعديش معاها لوحدِك، لإن يمكن هي أسلوب كلامها كده، ابعدي عن إنِّك تقعدي معاها لوحدِك، واضح إنِّك غيّارة شوية، لإن كونِك كمان غِرتِ إن جوزِك بيتكلّم معاها وأنتِ متأكدة إنه كلام طبيعي وإنها زي أخته الكبيرة لإنها مرات أخوه الكبير، ده خلّاكِ تغيري، فأنتِ جواكِ برضه غيرة منّها. عارفة علاج الغيرة إيه؟ إنِّك تتميّزي وتبقي عندهم فرخة بكشك زيّها. تعملي ده إزاي؟ ده سهل أوي، ابقي كويسة، ما تحسبيش، اللي بيحب ما بيحسبش، اللي بيحسب ما بيحبش. أنتِ عمّالة تحسبي كل حاجة بتحصل حواليكِ، لأ، خلّيكِ ناعمة، خلّيكِ جميلة، خلّيكِ متسامحة، حاولي تحبيها، حاولي ما تعاديهاش، لإن الحقيقة هي موجودة من الأول، وأنا شايفة إنِّك لسه بس صغيّرة وداخلة في الجواز جديد ومحتاجة شوية طولة بال وعقل، طوّلي بالِك.